اسمي محمد عبد المجيد وكنت عايزه اعمل لقمه خير صدقه على روح زوجتي الله يرحمها، وده نص رسالته ليا. وهنا تبتدي مشاعري تتحرك على طول على صفه واخلاق المخلصين من البشر. الزوجه توفت من شهر اكتوبر اللي فات، ومحمد طلب اكله معينه خلتني ابكي، وعرفت انها كانت عايزه تعملها بايديها لجوزها وعيالها بس اول ما تخرج من المستشفى. اهلا بيكم في لقمه خير. الزوجة هي أم سيف، ودي قبل أي شيء وأول مرة أعملها. أستسمحكم نقرأ الفاتحة الروح. أم سيف تعبت ورحلت، لكن سابت طيب العشرة وجمال الروح، جمال الروح اللي خلى محمد يفتكرها كل يوم. أم سيف قبل ما تتوفى كان نفسها تعمل بط ومحشي كرنب. محمد قال هيبعت بطتين ومحشي كرنب، وإنه عامل ميزانية 5000 جنيه، لكن وكأن ربنا قال لنا استنوا، وربنا رزق محمد عشان البطتين يبقوا 6، وإن اللقمة تطلع زي ما هي اتمنت وأكتر. وفي الختام مفيش ختام، احنا عملنا اللقمه زي ما هي اتمنت، وربنا بارك اللقمه بكرمه، هتفضل سيره صاحبه اللقمه الطيبه بينا. وانا متاكده انكم هتدعوا في التعليقات وتفرحوا زوجها محمد وابنها سيف، والكرم كرم الله والقبول من عند الله. واشوفكم على خير يا اهل الخير.